مفترق طرق تقف أمامه الثورة المصرية، استقطاب حاد في الشارع مكن هؤلاء من الوصول إلى هذه النتيجة. أما هؤلاء فيحاولون بأثر رجعي استرجاع مسار ثورة ظنوا أنها انتهت في فبراير 2011، ولم يدركوا أن اللعبة كانت عزلهم عن الشارع وشغلهم بمعارك الهوية والدستور والسلطة ومؤسسات لم تصمد أمام مؤامرات نظام تعثروا في التعامل معه. لم تعد المعركة بين ثورة جاءت للتغيير ونظام استمد بالبلاد على مدى عقود وأنهك اقتصادها ومواطنيها وعاث فسادا وعبثا بمقدراتها، وإنما أصبحت بتخطيط دبر بليل بين شعبين أحدهما تقوده مؤسسات دولة متجذرة وآخر عانى طويلا من التهميش والتضييق والقتل والتنكيل. معركة صفرية وكينونية استخدمت فيها كل الأسلحة، وبات الاتهام بالخيانة سيفا مسلطا على كل من قال بكلام مخالف. لما تتكلم على حقوق المحبوس احتياطي لو كان مواطن فقير أو كان رئيس جمهورية، لما تقول إنه مفيش مساواة بين اللي حصل مع مرسي ومبارك، إن أنت تتحدث عن قاعدة قانونية ومساواة، فيتم الحديث أنت خلية نايمة، أنت طابور خامس. الطابور الخامس ذلك المصطلح الذي بات يطلق على كل من يعارض الانقلاب ولا يتيسر نسبته إلى مؤيدي المنقلب عليه. باتت تهمة جاهزة لكل من أراد كسر طوق الاستقطاب الذي استخدم كسلاح فتاك للإجهاز على مكتسبات ثورة يناير. أخطر شيء على الديمقراطية زي ما قلت في مصر حاجتين: الجمعية العسكرية والجمعيات الدينية، دول خطر على الديمقراطية حينما يزجي بيهم في الديمقراطية. فاحنا عشان كده بنقول احنا مش عاوزين نخرج من خوف من فاشية دينية كانت ممكن تسيطر على مصر الى ان نقع في فاشية عسكرية. احنا لا عاوزين الفاشية الدينية ولا الفاشية العسكرية. في ظل هذه الأوضاع المعقدة تسعى مجموعات صغيرة ممن يدركون أنهم إزاء ثورة تمزقت أشلاؤها إلى لملمة أنفسهم والبحث عن بوصلة للوصول إلى ضوء ما في نهاية النفق. الفريق السيسي بيقول ان هي حرب على الارهاب، احنا مش شايفينها كده. هو كلمه ارهاب دي مجرد غطاء للحرب الحقيقيه بتاعته. اللي بيعمله هو حرب على الثوره. هو ما بيقتلش الاخوان، هو اخذ الاخوان كغطاء، انما هو لما بيقتل مبادئ الثوره واهداف الثوره ومطالب الثوره، وده يعني مستحيل يعني ينسى وغيره ينسى والف واحد ينسى ان احنا هنسيب ثورتنا. يعني بعد ما تعبنا 3 سنين وكل الناس اللي ماتت ديت هنكملها، وزي ما بقول له الثوره مستمره غصبا عنكم. هو كر وفر إذن بين دولة العسكر كما يسميها نشطاء الثورة ومجتمع يسعى للتعافي من أمراض ألمت به وضيعت عليه فرصة الاستفادة من ثورته والتي يوما ما أبهرت العالم.